السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم وصفة سهلة بسيطة تقدروا ديروها القهوة العصر، كما انه رمضان ان شاء الله على الابواب. ديروها للسهرة تجيب بزاف هايلة بزاف بنينة، ديروها في وقفة ما تشدش منكم الوقت بزاف، وفي نفس الوقت مقاديرها مضبوطة والمكونات تاعها بسيطة جدا. تبعوا معايا المكونات وطريقة التحضير. كما راكم تشوفوا واش رايح نحتاج بيضتين فقط واثنين علب من الدانيت شوكولا. كما راكم تشوفوا انا استعملت هذا النوع واش راهو متوفر عندي في المنزل، كما انكم تقدروا ديروا هذاك اللي يجي كامل شوكولا، النوع تاع الدانيت اللي متوفر عندكم في المنزل، المهم يكون دانيت شوكولا. نضيف كامل المكونات السائله مع بعض. رايحه نحط 2 بيض مع رشه ملح، 2 دانيت شوكولا، والعلب تاع الدانيت ما ترموهمش. رايحه نديرو كامل بهم المقادير، هو العبار تاعنا تاع اليوم. بنفس العبار تاع علبه الدانيت راح نضيف 2 علب من السكر، و2 علب من الزيت، و2 علب من الحليب، ونخلطوا جيدا حتى ينسجموا لنا هذوك المكونات مع بعض ويتخلط لنا الخليط تاعنا جيدا. من بعد رايحه نضيف على هذا الخليط ملعقة كبيرة بومبي من الكاكاو البني. اختاروا نوعية جيدة هكذا باش ينسم لكم، يدير لكم رائحة بنينة. خلطوا جيدا. كي تشوفوا الخليط الكاكاو تاعكم ذاب لكم، رايحة نضيف 4 علب من الفارينة مع 2 أكياس من الخميرة الكيميائية وزن 10 غرام. كما راكم تشوفوا البنات وصفة سهلة بسيطة بعبار علبة الدانيت هكذا باش نقصوا على رواحنا شوية من كثرة الماعن والكيسان، وذاك تحتاجيش فيها بزاف مكونات ومقادير بسيطة وقليلة، وفي نفس الوقت ديريها في وقفه باش تعرفوا القوام تاع المسكوتشو تاعكم راهو مليح. كي تخلطوا الخليط جيدا حاولوا تشكلوا رقم 8 يتشكل لكم وما يتقطع لكمش الخليط بهذه الطريقه. من بعد رايح نحط الخليط تاعنا بجهه ونروحوا نجيبوا السنيوه تاعنا اللي راح نديروا فيها. في هذا الاثناء البنات لازم يكون الفرن تاعكم راكم شعلتوه. انا مع بديت بعد نخلط في المسكوتشو تاعي راني شعلت الفرن الاعلى درجه. من بعد رايح نجيب السنيوه تاعي اللي دهنتها بالزيت ورشيتها بالفارين، رايحه نفرغ الخليط تاعي ونسوي له الوجه جيدا. من بعد نحط المسكوتشو تاعي الطيب لي على 180 درجه، ما تحطوهاش لتحت، حطوها في الوسط هكذا باش تطيب لكم على راحتها وما تتحرق لكمش. كما راكم تعرفون المسكوتشو خفيف ليه يطيب. من بعد هنا بعد ما طابت لي وخرجتها، شوفوا لي كيفاه طابت، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، جات بزاف هايله والرائحه ما شاء الله. هنا البنات للتزيين راني حطيت على حمام مائي 50 غرام شوكولا، راح نضيف لها 2 علب من الدانيت. كما تقدروا ديروا البنات تزينوا فقط بالدانيت او تضيفوا علبه واحده اذا كانت كميه الشوكولا عندكم بزاف. انا درت 50 غرام مع 2 علب من الدانيت شوكولا. هنا التزيين لكم اختياري، تحبوا تزينوا بالدانيت وحده، تحبوا ديروا كميه لاباس بها من الشوكولا تضيفوا لها علبه فقط. كما انكم تقدروا تخدموا كريمه التزيين بالكاكاو والحليب، تجي ثاني بزاف هايله اقتصاديه وبزاف بنينه. راهي متوفره، راني مديرتها من قبل في قناتي في وصفه من الوصفات، ان شاء الله راح نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. خلطوا جيدا المكونات تاعكم. من بعد رايحه نضعهم على الكيكه تاعي، راح تتشرب لنا وتجي بزاف بنينه والريحه ما نحكي لكمش. وهنا في الاخير راني زينت بمبشور الشوكولا، نقصت كميه قليله ابشرتها وراح نزين فيها من الفوق. راح نخلي الكيكه تاعي تمرد، من بعد رايحه نقسمها. هنا بعد ما بردت لي راني راح نقسمها معاكم ونعت لكم كيفاه جات طريه وهشيشه وخفيفه وبزاف بنينه ومشربه للقلب وتجي بزاف بنينه. جربوها البنات، وصفه سهل بمكونات بسيطه، المقادير مضبوطين البنات، تبعوا فقط الطريقه وراح تجيكم ابن موسكوتشو بالشوكولا بزاف رائعه. ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم، ما تنسونيش بالدعم، التعليق جيم. جربتوا الوصفه وعجبتكم، ما عليكم غير تخليوا لي رايكم في التعليقات هكذا باش تشجعوني الوصفات
جاية إن شاء الله تكون بسيطة سهلة بمكونات متوفرة في كل منزل، والأكيد تكون مضمونة وبمقادير مضبوطة. إن شاء الله تعجبكم الوصفة تاع اليوم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.